السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا رب تكونوا جميعا بخير وأتم صحة وأحسن حال، ويجعل سعادة الدنيا والأرض ما بين إيديكم بإذن الله. النهاردة كده هنشارك مع بعض الغدا كده. بدأنا كان النور قاطع، طبعا كنت محضرة الحاجة بس يعني ربنا إيه، يعني الحمد لله يعني أراد إن أنا أصور الفيديو والنور شغال، يعني يا دوبك فتحت الكاميرا كده وبعدها على طول النور جه. كنت مولعة على مَيّة طبعًا، وقبل النور ما ييجي لسه كنت مولعة على مَيّة المكرونة، وكنت ضربت طماطم في الخلاط وصفيتها، يعني إيه، حضّرت الحاجة اللي أنا هاحتاجها يعني. وكنت جايبة بانيه نقعته في مَيّة وملح كده وليمون، يعني نقعة بسيطة كده. ما فيش حاجة اسمها إن البانيه ما بيتغسلش، عشان البانيه بيبقى يعني من جوّه شوية في الفرخة والكلام ده خالص، لا يعني كلّه بيتغسل وكلّه لازم يتنضّف، يعني في حد مسكه وهو بيقطّعه وكده، فلازم طبعًا يتغسل كويس ويتنقع كويس. تمام، تمام. سلقنا المكرونة وصفيناها كده. المكرونة طبعًا هنا كانت روجينا، قُلت لكم قبل كده إن الروجينا زي المَلِكة، بتاخدي راحتِك فيها في السِوَى، ما تقلقيش منها، مش بتعجِّن ولا حاجة. لو أنتِ حتى أول مرّة تخشي المطبخ وتعملي مكرونة مش هتقلقي خالص من الأنواع دي. بنغلي المَيّة وبنحط في معلقة ملح وخلاص. أنا مش باحط زيت، لو حابة تحطي زيت يبقى حطي زيت في مَيّة السلق، أنا باتكلم على مَيّة السلق. هنا بقى جينا للتسبيكة بتاعة المكرونة. حطيت معلقة سمنة، نفس الحلة طبعًا بتاعة المكرونة شطفتها. حطيت معلقة سمنة ونزلت عليها بحوالي معلقتين زيت. الزيت بيبقى كده بيدّي لمعة كده حلوة للمكرونة. تمام. على بال السمنة ما هتبدأ تسيح كده، هنكون طبعًا جبنا الطماطم بتاعتنا. أنا كنت ضارباها في الخلاط وكنت مصفياها. الطماطم اليومين دُولة طماطم الشتا يعني إيه، بتبقى قشرتها تقيلة شوية أو سميكة، لإن الطماطم بتبقى حلوة أوي وناشفة في نفس الوقت. فناشفة جامد دي يا إما تسلقيها بقى قبل ما تضربيها في الخلاط، يا إما تضربيها كويس أوي بحبة ملح وحبة سكر كده وهي في الخلاط، ولازم تتصفّى. يعني إحنا كنا زمان حتى يعني مكرونة المحشي مش بنصفّيها، دلوقتي كل الأكلات جميع الأكلات باصفّي لها الطماطم. الطماطم ما شاء الله لونها أحمر وحلوة وجميلة، بس يعني قشرتها والبذور بتاعتها بتبقى حاجة صعبة أوي. هنولع بقى على الطماطم ونسيبها مع نفسها كده إيه، تاخد تدّي مع بعضها لحد ما تتسبك. طيب أنا النهارده الجو برضك زي ما قُلت لكم الجو صعب أوي، هي والظاهر إن هي نوّة مطوّلة معانا لسه في إسكندرية هنا، ما بتفصلش شتا وسقعة فظيعة، فما عنديش فيجيتار. افتكرت بعد ابني ما كان نزل جاب لي البانيه وكده، فقُلت خلاص مش هانزّله تاني في الجو ده يعني. طيب ما عنديش فيجيتار، هنعمل برضك cover حلو للبانيه وهاقول لكم بنعمله بإيه. حطيت معلقتين نشا، حطيت عليهم معلقتين دقيق، وهننزل عليهم بمعلقتين بقسماط. معلقتين البقسماط دُولة ممكن يكون عندِك أنتِ عيش بايت لو مش ناشف هتحمّصيه في الفرن وتضربيه في الكَبّة عادي، تدقيه، تطحنيه، أيًا كان يعني محلولة. تمام، تمام، يعني إحنا مش بنقف على حاجة. معلقتين نشا، معلقتين دقيق، معلقتين بقسماط، وهنتبّلهم بقى إحنا إيه، بمزاجنا بالتوابل اللي إحنا عايزينها. أنا هنا حطيت فلفل أسمر، وهاحط شطة حمرا برضك، يعني مش كتير علشان خاطر الولاد وكده، اللي حابب يزوّد طبعًا اللي عايزها يعني spicy حراقة أوي شوية يزوّد يعني براحتك. حطيت كمون. اللهم صل على سيدنا محمد. لا إله إلا الله. هنحط بصل باودر وهنحط توم باودر وهنحط بابريكا برضك. حطي كل التوابل اللي نفسِك فيها، يعني حطي كل التوابل بتاعتِك اللي أنتِ بتحبيها تحبي تحسيها في طعم البانيه، يعني أي توابل هتحطيها مش هتفرق، كل واحد ليه التوابل بتاعته. قُلت لكم قبل كده أنا مجرد إن أنا باقدّم الوصفة، لكن الوصفة عندي لها حاجات قواعد ثابتة، عندِك أنتِ لها قواعد ثابتة عند غيرنا، يعني كل واحد هتلاقي فيه التَكّة بتاعته اللي مش بيغيّرها، اللي مهما يشوف طُرق تانية، يعني ممكن أشوف حد مثلًا عامل حاجة بطريقة كده عجبتني، لكن في حاجة معيّنة ما أقدرش أغيّرها. يعني في توابل معيّنة أنا متعودة عليها، حابة إن يعني حاسة إن الأكلة دي لو غيّرت توابلها طعمها هيروح في حتّة تانية خالص، فاهميني؟ فيعني إحنا متفقين على إن كل سِت بيت شاطرة ولها تكِّتها ولها اللمسة بتاعتها ولها السِنس بتاعها كده، إن هي دي معروف إن الأكلة دي من إيد فُلانة، أو الطبخة دي هي عاملاها بطريقة معيّنة يعني. كل واحد ليه تكاته كده وطريقته. قُلت لكم أنا مش باعمل البانيه اللي هو طبق بيض كبير ونحط من هنا لهنا معايا البانيه هي بيضة واحدة، مهما كانت كمية البانيه. هنا البانيه بتاعي كيلو،
كيلو، حطيت عليه بيضة واحدة معاه معلقة كاتشب، ممكن تستغني عن الكاتشب، ممكن تحطي معلقة صلصة، ممكن ما تحطيش أي حاجة غير البيض بس، براحتك خالص. ممكن حبة لبن من غير بيض ومن غير أي حاجة. تمام. حطيت نقطة ملح صغيرة جدا، وهنحط نقطة فلفل أسمر برضك عشان خاطر البيضة. هنقلب كل ده مع بعضه كويس كده تقليبة كويسة، وعلى طول هنشتغل على طول نقلي. يعني حطيت برضه كمون، حاطة كمون في اللي هو الكفر اللي هيتحط عليها، وحاطة كمون في البانيه نفسه. تمام. هنشتغل على طول، ما عندناش وقت الكلام ده، انا ادخلها التلاجة واسيبها يوم واسيبها يومين والكلام ده، مفيش وقت الكلام ده. اليوم اصلا ما عادش فيه بقى كده، هو اليوم يا دوبك اول ما تصحي من النوم تلاقي الفطار غدا عشاء، خلاص اليوم خلص، وتلاقي اليوم الاسبوع اللي وراه جه، مش اليوم اللي وراه جه. واحنا بنقلب كده البانيه مننساش الذكر بتاعنا كده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عاد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شايفين البانيه بتاعنا لونه حلو قوي. عايزة أقول لكم حاجة، أنا يعني أغلب الستات بتستسهل موضوع البانيه والمكرونة، أنا ضد خالص يعني، عكس. يعني أنا النهاردة يعني بنتي دايما تقول لي يا ماما إحنا بنحب البانيه، وانتي ضد إن انتي تعملي البانيه على طول. أقول لهم أنا يعني الحاجات اللي فيها زيوت كتير دي مش بحبها. يعني أنا بفضل البانيه مشوي. البانيه المشوي بيصدقوني يعني وصفة كده من أحلى الوصفات بجد. كل اللي كانوا من ايدي كمان يعني قال عليه جميل جدا وحلو قوي وخفيف وطعمه خيال كده، وبيتعمل ما بياخدش دقايق، لا بياخد دقايق ولا اي حاجه ولا الكلام ده كله. انا البانيه بالنسبه لي بقى الزيت والكفر والحاجات دي بحسها بتتعبني بجد يعني، مش بتتعبني في الوقت، يعني بحسها مرهقه يعني. آه، مش عارفة أفهّمها لكم إزاي، أكيد أنتم تفهموني يعني. أنا عامةً يعني الكرنبيط والبانيه والبتنجان والحاجات اللي هي بتاخد زيوت كتير دي، نِفسي بتقلب منها يعني، وأنا واقفة كده باقليها وباعملها، ومن كتر الزيت اللي باستهلكه باتخنق يعني، باتضايق منها. تمام، تمام. أكيد فاهمينّي يعني. مش باحب المقليات يعني، وعامةً الحاجات دي دايمًا أنا مش باعملها عشان أنا مش باحبها، فمش باعملها غير في الشتا، لإن استحالة إن أنا هاقف قدّام البوتاجاز أعمل الأكلات اللي هي بتاخد زيت كتير دي، ووقفة كتير وصهد كتير قدّام البوتاجاز دي، مش باحب أعملها طبيعي، فمش هاعملها في الحر أكيد يعني. فآخر بييجي الشتا بيبقى استهلاكي في الزيوت في الشتا أكتر بكتير، لإن بقى كل الأكلات اللي مأجلها لهم في الصيف باعملها في الشتا. تمام. يعني كل الناس بتقول إن أسهل أكلة عندِك وأسرع أكلة هي البانيه والمكرونة، لأ أنا ممكن أعمل لِك بَط بَط ومحشي، أعمل لِك فراخ ومحشي، أعمل اللهم صل على سيدنا محمد، ملوخية ورز بشعرية ولسان عصفور وكلام من دوّة. يعني ممكن أعمل لِك الأكلات اللي فيها وقت كتير دي، اللي بتاخد مع النَفْس تانية كام يوم، ممكن أعملها لِك أفضل من إن أنا أعمل مكرونة ومكرونة وبتاع ده وبانيه، يعني مش عارفة. أنا باطلّعه مضبوط وحلو وتمام التمام، وهُم بيحبوه أوي من إيدي، بس أنا مش باحب أعمله كتير. مش عارفة، هي راحة نفسية، يعني حتى مش باكل فيها. النهارده أنا عاملة الغدا للولاد وأنا وباباهم هناكل سمك، يعني أنا كان في سمك فهاكل أنا وباباهم. كنت عاملة قبلها بيوم صينية سمك وعاملة سمك مقلي، وكان فضل منه كمية، لإن يعني كانت بنتي ما أكلتش من السمك خالص، مش بتاكل السمك، وكانوا الولاد التانيين يعني أكلتهم يعني حاجات بسيطة جدًا، فحرام إن أنا هارميه يعني، مش أيام الكلام ده يعني. فقُلت له خلاص متفقين، يعني جوزي بيحب السمك في كل حالاته يعني لو بايت حتى لو صغنّن لو كبير أي حاجة بيحب السمك عن أي حاجة تانية. قُلت له خلاص أنا هاكل معاك، يعني عملت حبّة رُز في ريح صينية السمك، وعملت إيه، وعملت لهم هُم البانيه والمكرونة. كنت مقررة حتى إني أحمّر لهم حبّة بطاطس في ريح البانيه، فقُلت خلاص بقى كفاية زيوت بقى، خلاص يا جماعة كفاية كده. يعني أنا بييجي لي وقت حتى ساعات باقول لهم لأ البطاطس بقى كمان يعني ساعات باقفل منها، يعني اللي هي على كل الأكلات وفي كل الوصفات وحاجة باستمرار. فاهمينّي؟ إن شاء الله فاهمينّي. شايفين البانيه طالع حلو أوي من غير فيجيتار ومن غير تتبيلة جاهزة، وحلو، حلو، حلو بجد، يعني شكله حلو. هدّي بس النار، خلّي النار عندِك وسط عشان هو بياخد لون، وممكن يكون من جوّه
لسه ما استواش. عايزة أقول لكم إن حصلت كارثة معايا، شايفين حالة الطماطم، الطماطم طالعة لفوق إزاي كده، ما طلعتش لوحدها كده ولا اتحرقت ولا حاجة، أنا بانقل حلة سبحان الله بقدرة حلة يعني باشيلها بإيدي من على الرخامة هاوديها الناحية التانية، الغطا بتاعها اتزحلق منها نزل في قلب الطماطم، وهي كانت لسه كتير ما كانتش كده، طرطشت على، يعني عايزة أقول لكم على وشي الحمد لله، يعني ربنا لطف، وعلى البوتاجاز وعلى الرخامة يعني بهدلت الدنيا، خلت لي البوتاجاز كله تقريبا والأرضية بتاعة المطبخ والموكيت أنا كنت لسه غسلاه والله بجد، خلته كله كده تسبيكة، يعني كان لسه ما اتسبكتش كمان بقت حاجة. ازاي الغطا اتشال من على الحلة ونط في الحلة الكبيرة ما تعرفوش يعني، ساعات كده بيبقى حاجات بتحصل قدر الحمد لله، يعني لطف من عند ربنا ان ربنا بيلطف بالواحد والله. هنا بقى كانت طماطم اتسبكت، فلما باجي اقلب المكرونة بنقص معلقة شوية بحيث ان هي لو المكرونة يعني الصلصة كتير عليها بلاشها، فلو المكرونة احتاجتها برجع احطها تاني. باقلّبها كده وباسيبها على النار، مش باسيبها كتير، أنا باخلّي المكرونة لآخر حاجة، لإن الولاد بيحبوها يا دوبك تتقلّب كده وياكلوها وهي لسه، بيحسّوا إن هي لسه فريش وكده، بيقولوا لماما لسه عايزينها من على النار كده على طول. الفيديو بتاعنا سهل وبسيط، مجرّد إن أنا شاركت معاكم الغدا بتاع الولاد، عملت لهم البانيه والمكرونة، وده كان يومنا وده كان غدانا النهارده، أتمنى يكون الفيديو عجبكم طبعًا، وما تنسونيش من اللايك وشير والكومنت اللي بيشجعنا، ونقول ميعادنا معاكم الفيديو الجاي بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.